رسالة المعلق اليمني حسن العيدروس للاعبي المنتخب اليمني للناشئين قبل مواجهة إيران غدا أحد. خطوة على الحلم. أصدقائي اللاعبين، ظهر الغد ستكون أنظار اليمنيين شاخصة على ملعب ثاماسات ستاديوم في تايلاند، المكان الذي ستخوضون فيه معركتنا جميعا أمام البؤس. ظهر الغد ستتابعكم اليمن كلها، كبارها وصغارها، في جنوبها وشمالها، شرقها وغربها، هضابها وديانها، ساحلها وصحراءها. أنتم تعلمون أن هذا الشعب يستحق أن يفرح، وتعلمون أن الفرح أدار ظهره علينا سنوات. تعلمون مفعول سحر ما تنثره أقدامكم، وتعلمون أنكم الشمعة المضيئة التي تنير طريق أمل ابتسامتنا. ثقوا بإمكانياتكم، فلديكم الكثير لتقدموه. كونوا صامدين كصمود شعبكم، صبورين كصبر آبائكم وإخوانكم. كونوا جماعيين، فاليد الواحدة لا تصفق. كونوا أقوياء فوق الملعب. إيماننا فيكم يتخطى الأمل، وإيمانكم بالحلم لا بد أن يتخطى حاجز الإمكانيات والفوارق. ارسموا كل صور المعاناة التي عايشتموها في مخيلتكم، فإنها ستكون وقودا لصنع المستحيل. وتذكروا أننا نحن اليمانيون من نحتنا الصخور، وأذبنا الحديد، وأننا أولو البأس في وقت الشدة. يوم الغد قد تكون مباراة كرة قدم، لكنكم تعرفون أن فرحة الفوز بها تتخطى كل الحدود.